إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناة إذاعتنا وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا. شكرا للمتابعة. يا ندل يا واطي، انا مش مصدق اللي بسمعه. ماشي يا ياسر. يا ياسر، انا لازم اموتك. احمد انت هتعمل ايه؟ إذاعتنا تقدم التمثيلية الإذاعية خسرت كتير، تأليف وإخراج سارة محمد السيد. احمد فوق كده واطلع من اللي انت فيه. وعلى فكرة هي اللي خسرتك، بكرة تندم على اللي عملته. ده انت شايلها من على الارض شيل. انا مش مصدق يا ياسر، تطلب الطلاق ليه؟ ده كنا من يومين زي السمنة على العسل. يا ياسر ده احنا متفقين هاخد اجازة من الشغل ونسافر نغير جو ويبقى شهر عسل جديد. مش عارف اقول لك ايه. طب انت شايف ايه؟ اروح لها اكلمها تاني افهم منها هي عملت كده ليه؟ بصراحة انا شايف انك تفوق لحياتك وشغلك. انت قافل العيادة بقالك شهر. طلعها يا احمد، دي ما تستهلكش. دي رافضة تقابلك وتتكلم معاك، تقول لها اروح لها واكلمها. يا احمد اللي بيحب مش بيعمل اللي عملته ده. ابقى على اللي باقي عليك واشتري اللي شريك، وهي باعتك يبقى ما تفكرش فيها بقى. ما تزعلش مني يا صاحبي لو صريح معاك، بس انا عايزك تفوق وتشوف حالك. يسلم لسانك يا ياسر يا ابني. قول له والنبي قول له دينا دي ما تستاهلش ضفره. انت لو كنت سبتني على الناس الواطيه دي يا احمد كنت ربيتهم. هو انت شويه؟ ده انت الدكتور احمد على سن ورمح، هي كانت تطور واحد زيك. ماما من فضلك خلاص مش عايزك تتكلمي معاهم خالص. خلاص هي اختارت وانا هنفذ طلبها. انا ما اقبلش اعيش مع واحده مش عايزه تعيش معايا. ايوه كده يسلم لسانك. امال عامل في نفسك كده ليه يا احمد؟ انت مش شايف نفسك من ساعه ما الهانم طلبت الطلاق وانت مش بتنزل شغلك؟ انا يا ابني ما احبش اشوفك كده، انا قلبي بيتقطع عليك. ما تقلقيش يا ماما، انا كويس. والنبي ده شكل واحد كويس. قوم كده واحلق دقنك وانزل اتمشى مع ياسر صاحبك شويه. والله يا طنط عفت كنت لسه بقول له تعالى ننزل، بس هو هينزل. هو اللي ايه يا احمد بقى؟ حاضر يا ماما هنزل. يعني خلاص قال هيطلقني؟ ده اسعد خبر في حياتي. اخيرا هبقى ليك لوحدك يا دينا يا دينا. لسه بخير، مش هتبقي غيري. ايوه انا غيري مفيش. سكر محل يا برود اعصابك يا شيخة. انت ايه يا بنت؟ ما عندكيش دم؟ في ايه يا ماما؟ مشغله التسجيل على الاخر ولا كانك عملت حاجه. هو في واحده تعمل اللي انت عملتيه؟ هو انا عملت ايه يعني؟ عملك منيل ومهبب. في واحده تطلب الطلاق من واحد زي جوزك ده يتحط على الجرح يطيب يا بنتي. ماما انا اللي عايشه معاه وانا خلاص ما بقتش طايقاه ومش قادره اكمل. ما تفهميني يا بنتي، هو بيعاملك وحش يعني ولا بيمد ايده عليكي؟ لا. عصبي؟ لا. طيب بخيل؟ لا. ولا هو مش؟ لا يا ماما، لا بالنسبه لك وبالنسبه لاي حد مفهوش عيب، لكن بالنسبه لي مليان عيوب. ومن فضلك ما تسألينيش، انا مش هرجع له، ولو غصبتي عليا هموت نفسي. انا من حق اختار حياتي. ايه الجبروت اللي انت فيه ده يا بنت؟ ابوكي لو كان عايش كان زمانه ليه كلام تاني معاكي. الحمد لله مات، وانا هتطلق يا ماما. وكده ابن حبيبي ردت فيه الدمويه. والله يا ابني ده هم ونزاح، دي كانت طالعه فيها على الفاضي ولا عارفه قيمتك. خلاص بقى يا ماما، انا بعت لها ورقتها وصفحه واتقفلت. يا زين ما عملت، شوف نفسك بقى وبص لشغلك. حاضر يا ماما ان شاء الله. ربنا يسعدك يا حبيبي ويعوضك باللي احسن منها وتعرف قيمتك. صحيح يا احمد كنت هنسى، دكتورة رانيا زميلتك اتصلت بيك من شوية وبتقولك فيه اجتماع في المستشفى ولازم تيجي ضروري. يا ماما عارف، ما هي بعتالي مسج بس ما ردتش عليها. تلاقيها اتصلت علشان تأكد عليا. عادية يا ماما. عادية يبقى حلوة، بس كان باين من كلامها انها قلقانة وعايزة تطمن عليك. طيب بس عارف قلبي اتفتح لها قوي، تحسها كده أصيلة وبنت حلال يا أحمد. كل ده حسيتيه من مكالمة تليفون يا ماما؟
صحيح يا احمد. امال قول لي يا حبيبي، هي الدكتورة رانيا دي مخطوبة؟ لا. طب ما تخطبها يا احمد، دي شكلها بنت ناس. ماما رانيا زميلة وبس، وانا مش بفكر خالص في الجواز مرة تانية. انا امك ومن حق افرح بيك، مش عشان واحدة ما تستاهلش ضفرك نقول مش هنتجوز تاني. ماما من فضلك. يا احمد يا حبيبي، انت وحيدي وفرحتي اللي في الدنيا يا ابني. انا نفسي اشيل عيالك قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا ماما، ما تقوليش كده تاني. والنبي تفرح قلبي يا حبيبي، ما تخلينيش اموت قلقان عليك، خلي قلبي يطمن. اوعدني اوعدني يا احمد انك هتفكر في الجواز ويكون ليك بيت وعيلة. حاضر يا ماما حاضر. هستأذنك بس اقوم احضر نفسي عشان الاجتماع. يا رب يا رب ساعد ابني وشيل عنه الهم، يا رب فرح قلبه وسعده وابعد عنه اي ضيق يا رب، ويقع في حب الدكتورة اللي اسمها رانيا دي. نفسي اعرف يا دينا اتطلقتي من الدكتور احمد ليه؟ ده طيب خالص وعسول وحاجه كده مش موجوده الايام دي. مش موجودة الأيام دي؟ لا يا رشا، ده في أحسن منه بكتير. العسول ده ممل وروتيني جدا لأبعد ما تتخيلي. أنا عايزة واحد فرفوش كده، مش كئيب وروتيني. روتيني؟ حرام عليكي، ده كل ويك اند بيسفرك، ولا الهدايا اللي كان بيجيبها لك، ولا معاملته واهتمامه بيكي. أنا بقى زهقت من أسلوبه واهتمامه. ورشا بقولك إيه، أنا مش جايبة ماما معايا، فكك بقى من الموضوع ده. أنا جاية انبسط، مش جاية أحكي عن الأستاذ أحمد. وأحمد ده ما يجيش حاجة جنب مين؟ أنا قلت في حد تاني، اعترفي. ولا تاني ولا تالت، أنا رايحة أرقص. رحت فين يا دكتور اللي واخد عقلك؟ ها؟ انت لسه بتفكر فيها يا احمد؟ في مين؟ دينا. اصلي بكلمك من بدري وانت مش هنا، حتى في الميتنج ما كنتش بتبدي رأيك في اي حاجة، وده غير عادتك خالص. لا ابدا. لا ابدا يا احمد، هو انا مش عارفاك؟ ده احنا عشرة دراسة وبعدين اتشاركنا في العيادة انا وانت وياسر، ده غير شغلنا في المستشفى. يعني عمر تاني يا دكتور احمد. سوري لو انا هتدخل في خصوصياتك يا احمد، انت دكتور شاطر والكل بيشهد لك بكده، ده غير اخلاقك واسلوبك، ما تخليش تجربة تأثر عليك كده. انت اكبر من كده يا احمد. وبعدين يا دكتور انت شاور بس و1000 واحدة تتمناك. مش قوي كده. ايوه كده، اضحك. يلا بقى علشان نلحق العيادة، انت بقالك فترة ما بتجيش، ولا انت بقى مش ناوي تيجي النهاردة؟ لا ناوي اجي، انا لازم ارجع لشغلي واشوف حياتي، مفيش حد يستاهل ان اضيع مستقبلي علشانه. هو ده الكلام، يسلم لسانك. ياسر هيتفاجئ اول ما يشوفك. ياسر ده عشرة عمري، هو اللي وقف جنبي في محنتي. هو بصراحة بيحبك جدا، ده كان قلقان عليك قوي، وكان بيقول لي احمد لازم ينزل شغله. طب يلا نروح العيادة، قال لو وحشني الاستاذ. ما شفتوش من ساعة ما طلقت. ما قلت ننسى ونفكر في مستقبلنا وبس؟ صح، مستقبلي وبس. يلا نقوم بقى يا دكتور. يلا يا دكتورة. قلت بدل مش عارفة اوصلك اجيلك لحد العيادة يا ياسر. دينا، ايه اللي جابك؟ ما تدخليش حد. حاضر يا دكتور. وحشتني يا ياسر، مش بترد على التليفون ليه؟ ايه، مش بوحشك؟ دينا مش وقت الكلام ده خالص، ازاي تجي لي العيادة؟ انا عارفة ان احمد مش بيجي، وحتى لو هنا خلاص انا اتطلقت وبقيت حرة، وهو اصلا مصيره يعرف اننا هنتجوز. وانت بصراحة وحشتني يا ياسر، وكان لازم اشوفك. بقولك يا دينا، وجودك هنا في العيادة غلط. كل القلق ده عشان صاحبك احمد ولا انا يا ياسر؟ انتي طبعا، بس امشي دلوقتي وانا هبقى اكلمك ونتفق هنعمل ايه. يلا دكتورة رانيا زمانها جاية، ولو جت وشافتك هنا هتفهم غلط. مساء الخير يا مي. مساء الخير يا دكتورة. ايه ده؟ دكتور احمد. اهلا يا دكتور احمد، نورت العيادة. ايه ده؟
احمد جه اهو، ده اللي انا كنت خايف منه. تعالي تعالي بسرعه. مالك مرعوب كده؟ ما يشوفني، ما هو مصيره يعرف اننا هنتجوز. مش كده يا دينا، تعالي بس. هتوديني فين؟ هخرجك من الباب التاني. ماشي يا ياسر، همشي بس هستنى تليفونك. حاضر حاضر. يا ساتر، اروح اقعد على المكتب قبل ما يدخلوا. لا ما تديهوش خبر يا مي، احنا داخلين له. ممكن ادخل يا دكتور ياسر؟ اتفضلي طبعا. ده ايه الادب ده؟ اصل معايا حد بتحبه قوي. بحبه قوي؟ مين؟ ياسر. احمد، حمد لله على السلامه يا راجل، اخيرا نورت عيادتك. بس ايه رأيك يا ياسر في المفاجأة؟ تجنن طبعا. في حالة بره يا دكتور ياسر. تمام يا مي، 10 دقايق وهبلغك تدخلي الحالة. 10 دقايق ليه؟ المريض ما يستناش، قعدتنا تستنى لبعد الكشوفات. يلا يا دكاترة، كل واحد يشوف شغله. ممكن ادخل يا دكتور احمد؟ طبعا اتفضلي، انت محتاجة تستأذني. يا عيني على النشاط، بتيجي العيادة بدري، يا عيني عليك باردة. ده ايه ده؟ انت هتقري ولا ايه؟ لا يا سيدي، ولا بقر ولا حاجة. ده انا سعيدة جدا ان انت خرجت من مود الحزن وبقيت مهتم بشغلك. انت تستاهل كل خير يا احمد. تسلمي يا رانيا. هستأذنك ارد على التليفون. اتفضل طبعا. الو يا ست الكل. الو يا حبيبي، وصلت العيادة ولا لسه بالمستشفى؟ انا في العيادة دلوقتي يا ماما. الحمد لله على سلامتك. انا قلت اسألك عايز تتغدى ايه النهاردة؟ اي حاجة يا ماما، كل حاجة من ايدك حلوة. سلم لي على ماما يا دكتور احمد. حاضر. دكتورة رانيا بتسلم عليك يا ماما. سلم لي عليها قوي قوي. ما تعزمها والنبي يا احمد تتغدى معانا، انا نفسي اشوفها. يا ماما ما ينفعش. ليه بقى ما ينفعش؟ انا بقول لك اعزمها، دي وقفت جنبك كتير في ازمتك. طيب يا ماما، عايزة حاجة؟ كده يا دكتور تكسر كلمتي؟ لو مكسوف اديهالي اسلم عليها واعزمها. منك يا ماما. ادينا اكلم الدكتورة رانيا والنبي يا احمد. حاضر يا ماما. ماما عايزة تسلم عليك يا رانيا. الو، ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيبة قلب طنط، انت عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. دايما يا رب يا حبيبتي. انا هطلب منك طلب ومش عايزاكي تكسفيني. انا اكسفك؟ ما اقدرش، انت تأمري. بقول لاحمد قول للدكتورة رانيا تيجي تتغدي معانا، كسفني وقال لي ما ينفعش. يرضيكي كده؟ لا طبعا، معاش اللي يكسفك يا طنط. تسلمي يا حبيبتي، يبقى هستناكي تتغدي معانا النهارده. مش عارفه اقول لحضرتك ايه. تقولي جايه. حاضر يا طنط، ما اقدرش اكسفك. انا نظرتي فيكي ما تخيبش. اديني بقى احمد يا نور عين طنط. ميرسي يا احمد على الدعوه الحلوه دي، ويا بختك بطنط زي العسل. تسلمي يا رانيا. ربنا يخليها لك. عارف، حنيتها فكرتني بماما، الله يرحمها. الشاي المظبوط لأحلى دكاترة. ايه ده ايه ده ايه ده الجميل بيعيط ليه؟ افتكرت والدتها يا ماما. طب امسك مني الصينية يا احمد. بقى العيون الجميلة دي تعيط؟ تعالي في حضني يا حبيبتي، مش عايزة اشوفك بتعيطي تاني، ومن النهاردة انا ماما، ماشي؟ ماما بقى ما تحبش تشوف بنتها بتعيط ابدا. يا سيدي يا سيدي على الحنية، اطلع انا منها بقى. والله يا طنط. طنط برضو؟ قوليلي ماما. احلى ماما. ميرسي جدا على اليوم الجميل ده يا ماما. اليوم ده هيتكرر كتير ولا ايه يا احمد؟ اكيد رانيا طبعا بقت فرد اساسي في عيلتنا. بالظبط، واحلى فرد. اشربوا بقى الشاي على بال ما اجيب لكم حاجة حلوة. حاجة حلوة ايه يا ماما؟ ده يا دوبك اشرب الشاي وانزل علشان ما اتأخرش اكتر من كده. ولا تتأخري ولا حاجة، ومين بقى هياكل الحاجة الحلوة اللي انا عملتها؟ واحمد هيوصلك لحد باب البيت. انسي يا رانيا، هتاكلي الحاجة الحلوة وتنزلي، ماما مش هتسيبك. حاضر يا طنط. طنط برضو؟ حاضر يا ماما. والنبي طالعة منك عسل يا قلب ماما. اشربوا بقى الشاي، زمانه برد. ايه يا دكتورة رانيا، زهقتي مننا وعايزة تمشي؟ لا والله بالعكس، انا اول مرة اكون مبسوطة كده.
بس انت عارف من بعد موت بابا وماما وانا عايشة مع جدتي، وبخاف تقلق عليا وتقولي كلمتين ملهمش لازمة. جدتك دي حبيبتي من ايام الدراسة، ولما تقولي لها كنت مع احمد مش هتقلق ولا هتكلمك كمان. ايام الدراسة كانت احلى ايام. انا اسف يا رانيا على كل حاجة، اسف ان كنت مش بحس بمشاعرك ناحيتي، كنت مغفل. انا ماشية. ليه يا رانيا؟ رايحة فين يا رانيا؟ سوري يا ماما، بس انا محتاجة اروح. في ايه يا احمد؟ مفيش يا ماما، انا هروح اوصلها. رانيا استني. نعم يا دكتور احمد. ممكن اوصلك؟ عايز اتكلم معاكي. اي كلام في الماضي ملهوش لازمة، احنا دلوقتي اصدقاء زملاء وبس، وما تفهمش وقفتي جنبك حاجة تانية. تمام، بما اننا اصدقاء وزملاء يبقى واجب اوصلك، عشان ما ينفعش تروحي لوحدك. لا انا ممكن اروح لوحدي عادي. وانا بقول هتركبي العربية واوصلك. اتفضلي. شكرا. رانيا يا ريت تسمعيني من غير ما تقاطعيني. اتفضل. لما قلتلك اسف كانت طالعه من جوايا. انا كنت غلطان لما ما كنتش حاسس بيكي ايام الكليه. انت جوهره. ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي خالص. من فضلك اسمعيني، احنا في الكليه كنا مقربين لبعض جدا، وفجاه دينا ظهرت في حياتي، خلت تفكيري مشتت بينك وبينها، جذبتني باسلوبها وشقاوتها. بس انا دلوقتي عرفت الفرق بينك وبينها، وندمت على كل لحظه ضيعتها من عمري وانا بعيد عنك. وايه اللي جد دلوقتي خلاك تفتح في الماضي تاني؟ اللي جد ان مشاعري بالنسبه لك اتغيرت. قد انا اسف لو كنت سببت لك في اي الم، ومن النهارده اوعدك اني هشيلك جوه عينيا. وصلنا يا دكتور، بيتي اهو. رانيا. نعم يا احمد. سامحيني. لو ما كنتش سامحتك ما كنتش بكلمك دلوقتي وبعملك عادي. يعني في امل؟ اشوفك بكره في العياده يا احمد. هو احمد اللي كان بيوصلك ده يا رانيا؟ يا نينا. هو انتي لسه بتحبيه يا حبيبتي؟ احمد زميل مش اكتر. مش اكتر؟ امال بترفضي اي عريس يجيلك ليه؟ قلتلك افتح لك عياده خاصه ترفضي، حتى جبتلك شغل غير المستشفى اللي هو فيه رفضتي. معناه ايه؟ انا ملاحظه انه من ساعه ما طلقتم رجعتم تقربوا من بعض تاني. يا نينا. لسه بتحبيه يا رانيا؟ رانيا مش عايزاكي تتعذبي تاني، ما تتعلقيش بحد مش حاسس بيكي. نينا من فضلك. انا بكلمك علشان خايفه عليكي. انا داخله اوضتي يا نينا. معقول احمد اخيرا حس بمشاعري ليه؟ ياه، ده انا استنيتك سنين وسنين يا احمد. الو. قلت اقولك اني وصلت. الحمد لله على سلامتك يا دكتور. وبصراحه ما قدرتش استنى لبكره، عايز منك رد دلوقتي. رد ايه؟ انا بحبك. انت بتقول ايه؟ هقول تاني يا دكتوره، انا بحبك وعايز اكمل حياتي معاكي. تقصد ايه يا احمد؟ يعني حددي لي ميعاد مع نينا في اقرب وقت عشان اخطفك وتكوني ملكه ببيتي. انا مش مصدقه نفسي. لا صدقي، في اقرب وقت هتكوني حرم الدكتور احمد. لازم اول واحد يعرف بارتباطنا ياسر. طبعا، زميل الدراسه والكفاح. طب يلا نروح له، هو في العياده دلوقتي. وحشتني قوي قوي يا ياسر. ايه مش هنتجوز بقى يا حبيبي؟ ايه ده يا رانيا؟ ده صوت دينا. معقول دينا وياسر صديق عمري؟ في اقرب فرصه يا حبيبتي. انا مش مصدق انك هتبقي ليا لوحدي واخيرا اتطلقتي. البركه فيك يا حبيبي، لولا كلامك لاحمد ما كانش طلقني. انا فضلت وراه لحد ما طلقك، ما كنتش قادر اشوفك معاه. يا ندل يا واطي، انا مش مصدق اللي بسمعه. ماشي يا ياسر. احمد انت هتعمل ايه؟ سيبيني ادخل لهم. انت لسه بتحبها؟ لا طبعا، هي مش فارقه معايا، لكن ياسر لازم يعرف اني عرفت بخيانته. بحبك يا دينا. الله. احمد المغفل اللي اتضحك عليه. ومين مين؟ صديق عمري بقى كده يا عشرة عمري. امال لو ما كناش بينا عيش وملح كنت عملت ايه؟ تقتلني عشان تخلص مني ويخلالك الجو. عشان كده كنت مستعجل ان اطلقها وعمال تزن عليا. انا حزين، مش حزين عليك يا دينا انتي ولا حاجه،
وزي ما عملت معايا هتعملي معاه. انا حزين على اللي كان بيقول انه اخويا، للاسف طلع واطي وخاين. خاين ايه؟ 10 سنين عشان واحدة ما تستاهلش. يا احمد استنى، اسمعني بس. نسيت اقول لكم، انا كنت جاي اعزمك يا ياسر، كنت جاي اعزمك على جواز انا ورانيا، بس خلاص ما يشرفنيش تحضر فرحي. انت السبب يا دينا، انت السبب في خسارة صديق عمري. ازاي اخونه؟ انا السبب؟ مش انت اللي جريت ورايا وصلتنا اتطلق؟ انا ندل. ما تقولش كده على نفسك. انسى يا حبيبي، المهم اننا مع بعض. ابعدي عني، انا مش طايقك، انت شطانة. انا يا ياسر بعد كل ده تقولي كده؟ اطلعي بره حياتي يا دينا. اتنين كابتشينو. تمام يا فندم. لا يا دينا، انت مش عجباني خالص. جايباني النادي عشان ما تتكلميش. دينا ما تتصليش بيا تاني، كل اللي بينا انتهى. دينا انت سامعاني؟ مالك يا دينا؟ فيكي ايه؟ خسرت كل حاجة يا رشا. اهدي طيب، اهدي واحكيلي على علاقة مع ياسر. عشان كده سبت الدكتور احمد عشان ياسر اللي مع كل واحدة شوية. ياسر ده قلعبان ملوش امان. انت ازاي تعملي كده يا دينا؟ اللي حصل بقى ما تعرفيش ندمانة قد ايه. محدش بيعرف قيمة اللي معاه لما يضيع منه، وياسر طلع ندل اتخلى عني. قال ايه؟ ضميره صحي وازاي يخون صاحبه. ما كانش حاسس لما شغلني بيه وفضل ورايا لحد ما اتطلق. انا لازم انتقم. انا ماشيه يا رشا. استني طيب، استني همشي معاكي. لا مش عايزه حد معايا. دينا ايه؟ شفت عفريت؟ مش هتقولي اتفضلي؟ بقول لك ايه، انا نازل عندي شغل. مش هعطلك، هما كلمتين وهمشي. عايزه ايه؟ واتكلمي بسرعه عشان مش فاضي. دلوقتي مش فاضي ومش عايز ندخل الشقة. مش الشقة دي اللي ياما اتقابلنا فيها، كل ركن فيها شهد على حبنا. دينا من فضلك، احنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده وانتهى خلاص. انا وانت ما ينفعش لبعض. بكل سهولة كل اللي بينا انتهى. ده انت خليتني اسيب جوزي عشانك. انا ما ضربتكيش على ايدك، كله كان على مزاجك، حتى مجيتك هنا كانت على هواكي. يا واطي. مين ده اللي واطي يا واطيه؟ انت فاكره ان انا ممكن اتجوز واحده خاينه؟ ازاي اامن لك؟ زي ما خنت احمد ممكن تخونيني. انا عمري ما اثق فيكي. بدل ده تفكيرك ليه خليتني اسيب جوزي اللي بيحبني؟ بقول لك ايه، مش انا اللي خليتك تسيبيه. بطلي بقى النغمه دي، وانا مش هخسر صديق عمري عشان واحده زيك. دلوقتي صديق عمري؟ هو مين اللي كان دايما بيعاكسني وبيشغلني بيه؟ انت ازاي كده؟ خليتني اخسر حياتي وبيتي وجوزي، ودلوقتي بتباني. دينا جبتيلي صداع، كفاكي بقى، اتفضلي امشي، انا مش فاضي. وانسي اننا نرجع لبعض، انا اصلا قريب جدا هخطب. تخطب؟ يا ندل، انا لازم اموتك. انت بتعملي ايه يا مجنونه؟ ماسكالي سكينه؟ يا ياسر، انا لازم اموتك، لازم. انا خسرت كتير قوي بسببك. دينا اعقلي يا دينا. موت يا ياسر، موت. الحمد لله على سلامتك يا ياسر. احمد، معقولة تيجي تزورني؟ احنا عشرة برضو. انا اسف يا احمد على كل حاجة، انا غلطت في حقك واخدت جزائي. الحمد لله على سلامتك، سامحتك يا ياسر، بس انا هنا عشان اطمن عليك مش اكتر، لكن صداقتنا انتهت. حقك تقول انتهت، ربنا اخد حقك مننا. انا هو بين الحياة والموت، ودينا اتسجنت. سامحني يا احمد، ما تزعلش مني. ازعل؟ ده انا المفروض اشكرك، لولاك ما كنتش هعرف دينا على حقيقتها. هستأذنك بقى يا ياسر. سلام يا احمد،
ومبروك يا صاحبي، عرفت ان فرحك النهارده. الف الف مبروك. سلام. ألف ألف مبروك يا حبايبي، ربنا يخليكم يا رب ويسعدكم. التمثيلية الإذاعية خسرت كتير، بطولة محمود مبروك في دور أحمد، هبة عصام في دور عفت، رشا رفاعي في دور رانيا، أحمد المليجي في دور ياسر، أشجان صبري في دور والدة دينا، هدى أحمد في دور دينا، نور إسماعيل في دور الجدة، رشا جمال في دور رشا، شيماء هاني في دور الممرضة، نادر محمد في دور الجرسون، فويس اوفر ندى وحيد، أفيش سيد جاد. خسرت كتير، تأليف وإخراج سارة محمد السيد، مونتاج وهندسة صوتية أشجان صبري، إنتاج إذاعتنا.